بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل حاجة في البي اي، ازاي نحط كلاسترنج للداتا على الارياز بتاعت الجيوغرافيك بتاعها، ازاي نوزع الداتا على المناطق الجغرافية بتاعتنا، بحيث ان احنا نقدر نشوف من داتا فيزواليزيشن ان التفاعل الداتا دي ازاي، وان ايه المناطق الاكثر مبيعات والمناطق الاقل مبيعات والكوست والكلام ده. طبعا غلطة حياتي اللي انا اخترت داتا امازون. الداتا تقيلة جدا جدا جدا، فاحنا بس هنعرض بس الفكرة مؤقتا، وبعد كده هنشوف ازاي حتى احنا نتفاعل معاها، وبعد كده ايه يعني مش هنقدر نخش في التفاصيل قوي. كنت عايز اخش في التفاصيل بس مش هقدر اخش في التفاصيل لان الداتا كبيرة جدا، وبصراحة اللابتوب بتاعي ما بيستحملش يعني. فخلينا ناخد مثلا هنا، انا عندي مثلا السيتي بتاعت كل المدن دي، حتى منهم مدن معرفهاش يعني. دي مثلا الداتا بتاعتهم، وهنقول مثلا انا عايز اشوف التوتال ريفينيو بتاعت كل حاجة من دي. فأنا بحطهم هنا كده فاليو، بحيث إن المنظر هنا يبان لي إيه المبيعات بتاعتي في السيتيز دي. طيب، لو جيت أنا بقى بروح جاي هنا، بختار حاجة اسمها RCGIS. تمام، بفتحها كده. أوكي، بحط بس هنا فلتر الأول وأقول له هات لي السيتي، مش حيث إن أنا أقدر أفلتر بالسيتي كده. تمام. باجي هنا بقول له والله، عندي هنا في الريجنال ستيت حط ممكن السيتي. طبعا هو يستحسن هنا تستخدم حاجة ليجوتد واللونجد، ده عبارة عن الإحداثيات بتاعة الموقع على الجي بي اس، اللي هو مثلا تحط اسم الشارع بالأدريس بتاعك، الطول إيه والعرض إيه. الحاجات دي طبعا بتبقى أكرت، بس أنا طبعا هنا مش هستخدمها. أنت مجرد بس هتشد دي تحطها هنا، هتشد دي تحطها هنا. بس طبعا أنا مش هستخدمها دلوقتي لأن هي الداتا أوريدي أصلا يعني حجمها كبير، فأنت لما توزعها على الموقع بالظبط فبتبقى الدنيا بتبهوأ أوي. طيب، بتيجي هنا التوتال سايز، التوتال ريفينيو تحطها في السايز. تمام، وتيجي عند التول تيب وتاخد برضو التوتال ريفينيو. تمام كده، ماشي. هيظهر لك المنظر اللي انت شايفه ده كده. بتحط الداتا هتلاقي هنا بص متحدد المناطق اللي فيها اكتر ريفينيو على مستوى العالم بالخرائط. طيب، احنا هنعمل هنا كده الاول حاجه اسمها فوكس مود. تمام، هنخش على هنا عند الحتة دي. طبعا انا هشرح لك كل حاجة من دي بوينتر بيعمل ايه بس على السريع، بس مش هخش تفاصيل لانه هوريكم في الاخر ان لو انت بس دخلت في اي ديتيلز بسيطة يعني الموضوع بيضرب مننا خالص. هنا بتختار مثلا شكل بوينتر ان انت هتعمل، انت ممكن تعمل بالسيركل ده تحدد على منطقة معينة فتقدر تعمل زوم عليها. هنا لو مثلا عندك سيرش، لو انا مثلا عايز اشوف مثلا هنا هكتب مثلا كايرو. تمام، لو انا عايز اشوف مثلا اسم البلد مثلا هنا، يعني هو انا كايرو كاتبها غلط اصلا، كايرو. تمام، هيجيب لك كايرو ايجيبت. مجرد ما بتدوس انتر فهو بيسلكت المنطقة اللي انت فيها، وممكن تخش بالاحداثيات لحد ما توصل للشوارع. طبعا هنا انت بتشوف ايه، هنا التوزيع لو انت بصيت كده، توزيع اكتر الحاجات اللي فيها ايرادات في الدول. تمام. طيب، فانا كده اقدر احدد بشكل فيزواليزيشن ان ايه المناطق الاكتر ايه. ممكن تيجي هنا، اول حاجه احنا نسينا نعمل حاجه مهمه. ثانيه واحده. نيجي نعمل بس فورمات هنا. بتيجي عند اللايرز، بتقول له دي الحاجات دي. تيجي عند الماب تولز، بتعمل حاجه اسمها الزوم تولز تفعلها. البيسس بابس ده واللوك اكستندد، الحاجات دي كلها تعمل لها اون. الزوم تولز لازم تبقى اون. في اللوكيشن هنا بتختار، ممكن تختار عن طريق الوورلد ولا الكانتري. طبعا احنا عاملين وورلد بحيث ان يبقى التوزيع ايه على مستوى العالم. هل في احداثيات تانية ممكن نعملها او في اي ديتيلز؟ لا مفيش. تمام، فانت هتيجي هنا مثلا، لو بصيت هنا، هنا بيبقى في حاجة اسمها ال ثانية كده السيمبيولوجيك. ده تقدر تقول لك مثلا مناطق اكتر حرارية. يعني انت لو اخترت المنظر ده كده، بص هيجيب لك الحاجات دي، هتلون لك بالازرق ان المناطق دي اكتر مناطق فيها الريفينيو. مثلا لو اخترت دي، طبعا زي ما انت شايف الماب دي، المابس بتتغير. لو احنا مثلا جينا هنا، ممكن تقول له هنا كلاسترنج، ده اللي انت بتعمل كلاسترنج على حاجه معينه. يعني مثلا عايز اشوف مثلا احداثيه في منطقه معينه، بحددها من الداتا عشان اقدر اشوف ايه ال- الداتا اللي فيها، او يعني المناطق اللي بيبقى فيها توزيع اكتر وكده. طبعا مش هنعملها. اللوكيشن تايب ده
في إن أنت ممكن تحضّر هنا من اللي أنت هنا mini countries. لو أنت اخترت mini countries ده يعتبر الworld wide كله. في ممكن تحدد هنا one country وتختار اسم الدولة اللي أنت عايز تشوفها. تمام، عايز مثلا تعمل على بيرو، على قطر، على أي حاجة من دي، بس طبعا أنا مش هقدر أعملها دي، وتدوس أوكي. تمام. نيجي مثلا على اللي بعدها. متهيألي هو الليبلينج ده ان انت مثلا بتفعله. تمام، ومجرد بس هنا بيحط لك مثلا اسم المناطق اللي انت بتبقى بتسيرش عليها. بتقدر بقى تلعب في الفونت، وتقدر تلعب في الرينج بتاعها، ولا هو وورلد وايد، ولا انت عايز ان هو يبقى في مكان معين، كلام من ده. طيب نيجي على اللي بعدها، ونشوف هنا ايه تاني. خلاص يعتبر احنا كده عملنا السيتنج. طبعا هنا بتبص هنا الاحداثيات بقى، بيقول لك ان توتال ريفينيو من الترتيب بتاعته من كام لكام، بتروح من كام لكام. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا. انا محتاج، طب دي مبيعاتي في المنطقه دي، طب انا عايز اعمل معاها حاجه تانية. انا ممكن اوزع يعني، عايز اشوف حاجه اسمها مستوى الدخول في المناطق دي عامله ازاي، او معنى صح الكثافه السكانيه. فهو هنا عاملين اوبشنز جميل قوي في البتاعه دي، حاجه اسمها الانفوجرافيك. ده عباره عن ايه؟ بيدي لك اللي هو الفاريبلز. طبعا زي ما انتم شايفين كده الداتا بتحمل كتير. الفاريبلز، يعني يا ربي تمام. بيدي لك هنا بقى فاريبلز كتير، يعني مثلا هنا البوبوليشنز، عدد السكان في المناطق دي، الانكم، مستوى الدخول. انت مثلا بتخش هنا بتختار الدخول، بتقول مثلا الميديان. تمام، فخلينا حتى نختاره كده. فهو هنا بص بيجيب لك المتوسط في مثلا في الولايات المتحدة. انت بقى بتخش مثلا عند الولايات المتحدة، تعمل فلتر بالاسم الدولة اللي انت عاملها. يعني خلينا نرجع كده، نعمل باك ريبورت. تمام، لو انت مثلا اخترت اي مدينة من دول، بتعمل هنا لو بصيت، بيعمل سيلكشن على اسم الدولة بتاعتك أو المدينة بتاعتك. وبيقول لك هنا التوتال ريفينيو. لو رحت عند التول تيب هنا بص كده، هتلاقي تظهر لك زي تول تيب صغيرة كده بالتوتال ريفينيو. طبعا هنا بما ان هو قايس مستوى الدخل في الولايات المتحدة بس، فهتلاقي بيقول لك المتوسط زيرو، لان هو هنا بص اللي هو بيقول لك سيلكت فيجر يونايتد ستيتس. ففي الغالب انت بتروح بتشوف بقى، تقعد بقى تعمل سيلكت. ممكن تشوف عن طريق البوبولوشنز، يعني خلينا نرجع برضه نخش الفوكس مود. ممكن تخش هنا عن طريق البوبولوشنز. يعني جيت هنا هتلاقي مثلا تقدر تفلتر بالايدج. ممكن عدد الاعمار السنيه بتاعتهم. ممكن تشوف البوبولوشن الدينستي اللي هو في الافريج. يعني في توتال بوبولوشن اللي هو عدد السكان كام. تمام، وفي الدينستي اللي هو التوزيع الجغرافي بتاعهم. يعني مثلا انت مثلا مصر 100 مليون، 100 مليون مثلا منهم 90 مليون في القاهره. تمام، و10 مليون اقاليم ولا حاجه. فانت عندك هنا حتى ال 100 مليون توزيع جغرافي بتاعهم مش موجود. فانت عندك مثلا مدينه زي القاهره عمرها ما يكون متوسط الدخول، ولا مثلا الايرادات اللي بتحققها زي مثلا بتحققها في المنوفيه او الدقهليه او الطوابره، حاجه زي كده يعني. تمام. نيجي عند ريفرنس. هنا بتيجي ممكن هنا بتختار حاجه اسمها ديموتراسيك، وفي الار جي سي. انت لو اخترت الار جي سي وجيت هنا وقلت له وزع لي البوبولوشنز، توزيع الناس بالمنظر ده، وتقول له اد تو ماب، هتلاقي هنا بص كده هتظهر لك بالاحمر. يعني خلينا نعمل كده، نشيل ده، نحط اللي هو دينستي. فين البوت ستامب. تمام، هختار اللي هي جراي. تمام، بص هو هنا على مستوى العالم عمل لك ايه؟ عمل لك التوزيع الجغرافي، وورى لك الكثافة السكانية في كل منطقة من دي. يعني شايف النقط الحمراء دي كده؟ هتلاقي ان النقط الحمراء دي فيها كثافة سكانية عالية. يعني بص حتى لو قربنا شوية كده يعني، بس ربنا يساعد، تلاقي الكثافة السكانية في القاهرة عندنا عالية جدا. بس في الحتت الفاضية اللي هنا دي كده زي ما انت شايف فاضية. يعني دي الحتت اللي سكان العالم بيشغل فيها. فانت بناء عليه تبتدي بقى تشوف توزيع الدخل ماشي ازاي، الايرادات ماشيه ازاي. تقدر تضيف هنا الكوست تقارنه بالنسبه للايرادات. متوسط الدخول هل هو مقارب للكوست اللي هو بيتصرف؟ متوسط الدخول متوسط مقابل الايراد. فتبتدي بقى تعمل اناليسيس بناء على بس الجيوغرافيك بتاعتك دي، وتقدر انت ايه المناطق اللي انت تستهدفها وتقدر تحقق منها ربح، والمناطق اللي انت تبعد عنها وما توزعش جغرافي فيها. طبعا انا مشكله مش قادر ان انا اخش ديتيلز قوي اتعمق